طيب مفيش شك ان السؤال من سيخلف البابا سؤال مهم جدا، لان البابا كان شخصيه، البابا شنودة الله يرحمه كان شخصيه كاريزميه، كان شخصيه مفيش شك انه يحظى بحب الجميع مسلمين ومسيحيين، كان شخصيه عنده حنكه سياسيه، كان عنده دبلوماسيه، كان عنده خفه ظل، كان بيجمع الحقيقه ما بين عناصر كتير قوي في شخصيته. هو شخص ولذلك شخص لا يتكرر. ما انا بقول لك شخص صعب تكراره. تفتكر بقى مين الشخصيه اللي ممكن تحل محل البابا؟ لا، حسب التقاليد الكنيسه المصريه ما حدش يقدر يقول خالص. لو حد قال لك والله فلان القرعه الهيكليه، هتجيب حد تاني خالص. يعني ممكن يجي لك راهب من دير بعيد جدا عايش طول عمره في الجبل، القرعه الهيكليه تجيبه يبقى بابا. صح. ويبقى ممكن يكون حاصل على اقل الاصوات على فكره. يعني مش شرط ان هو يبقى واخد اكثر الاصوات. بس احنا البابا شنودة عشان عشنا معاه 40 سنه، ما نفتكرش مثلا البابا كرولوس. وهو البابا كرولوس ما كانلوش اي علاقه بالسياسه على الاطلاق، وكان راجل روحاني وتنسب اليه معجزات عند اخواتنا المسيحيين، ومحبوب جدا. البابا شنودة شخص مختلف، لان البابا شنودة عاش اكتر في الحياه قبل ما يروح الدير. يعني احنا نعرف انه كان صحفي، وكان صحفي شاطر، الى قبل مرضه كان بيكتب مقال وبيكتب حلو جدا. صحيح. ليه؟ لانه كمان شاعر كويس جدا. وشاعر كان بيكتب شعر عمودي متاثر بمدرسه المهجر، خصوصا جبران خليل جبران وايليا ابو ماضي. وكان بيكتب شعر عذب، لكن ما كانش بينشره. لانه حسب كلامه هو كان خايف يقول ان ده راجل ليه في الدنيا. بس هو كانت طريقته في التعبير عن نفسه انه بيكتب شعر. يعني هو تكوينه انه صاحب رأي، ومسألة انه صحفي وشاعر هي اللي خلته بابا بيدخل في عالم السياسة او ليه آراء سياسية. ولذلك ياسر هيبقى 2012 دي متهيألي سنة هيفضل طول عمره التاريخ يعني مركز عليها جدا بالنسبة لتاريخ مصر الحديث. طبعا هيبقى فيها أول رئيس بعد الثورة، وهيبقى فيها أول بابا بعد 40 سنة من اعتلاء البابا شنودة كرسي البابوية. مظبوط. تطورات